جبت لك يا لاله قرص او قراشل بدون بيض، لا في العجينه ولا في الدهين. كوني هانيه يا لاله، ما عمرك ما باقي غادي تخدمي والبيض معايا انا. نديرو تحدي ديال هاد السيمانه ما كاينش البيض وتقول. المهم انا بديت معكم بالقراشل او القرص كيجيو رطبين وهشاش. تبعي الفيديو من الاول حتى الاخير باش يصدق لك بطبيعه الحال هاد القرص اللي غيعجب الكبار والصغار. يلا خليكم مع الفيديو ما تمشيو فيه. المهم اول حاجه غادي نبداوها هي جوج كيسان ديال الحليب. انا هنايا خدمت بنيدو، راه ديجا كان عندي نيدو في الدار يعني ما شريتوش. هنا درت 3 المعالق كبار ديال النيدو مع كاس ديال الماء. المهم نتوما عبروا داكشي اللي عندكم في الدار، سوا جبانيه سوا كاس سوا اللي كان. 3 المعالق ديال النيدو في كاس ديال الماء. المهم يعني 6 المعالق ديال النيدو وجوج كيسان ديال الماء. معلقه كبيره ديال الخماره ديال الدار. 3 المعالق ديال السنيده ما تعمريش ليا يا لاله المعلقه. المهم 1 ساشي ديال الفانيلا كما كتشوفي، وهنايا قبصه ديال الملحه. صافي. وهنايا غادي نزيد معكم 2 معالق ديال الزيت. تكيسي ليا لاله الزيت، راه ولا الزيت بحال الذهب. تكيسي ليا على الزيت. تعمريش ليا المعالق. المهم هنايا عندي 2 معالق ديال الجنجلان ديجا محمر، راه هنايا حطاهم غير في البلاستيك وحنحطهم في الثلاجه وقت ما بغيتهم راني كنستعملهم. هنايا عندي الزبده ديال الليليا، راه ديجا كانت عندي في الدار راني حاطاها هنا غير في الثلاجه. خرجتها واحد شويه باش نديرها هنا في الكرس. 2 معالق ما تعمريهمش. المهم 2 معالق المهم العبار بالمعلقه ما تعمريش. هنا عندي يا لاله غنجمع كلشي وغنخلط كلشي في خطره وحده. جمعي كلشي في خطره وحده وخلطي. المهم شوفي الفيديو من الاول حتى الاخير باش يصدق لك هذا القرص. صراحه اقتصادي وزوين وما فيهش البيض نهائيا وكيجي بنين وكيعجب الصغار والكبار. صراحه هذا هو اللي عندي معتمد عندي في الدار، يعني بلا بيض حيت عليا من البيض. المهم عوضناه بالحليب ديال النيدو. المهم غنبقاو نعوضو شي فشي، ما نبقاوش نديرو كلشي في خطره فحده. فهمتوا العيالات؟ يلا توقدوا وتحزموا لي العيالات اليوم. العيالات وليت نهضر معاكم بالصحراوي نقول لكم العيات. تحزموا معايا غنديروا تحدي اسبوع بدون بيض. المهم هنا راه ما غاديش ندهن حتى في الدهين، ما غندهنوش بالبيض. تبع الفيديو من الاول لاخر. الناس اللي ما كيصدقوش ليهم القرص كيولي ليهم قاصح ملي كطيبو كيولي لها قاصح. تبعي الفيديو من الاول حتى الاخير وكوني على يقين انه غادي يصدق لك الكورس. المهم انا كنبارطاجي معكم الحاجه اللي كتصدق ليا في الدار بطبيعه الحال كنحاول انني نبارطاجيها معكم. واخا التصوير راه صعيب وباش نعاودني نمونطيه راه لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم تعاونوا مع اختكم باللايك الفيديو تبارطاجيوه ليا. بارطاجي الفيديو مع صاحبتك ومع احبابك ومع صحاباتك ومع جيرانك. يلا خويتي بارطاجي لي هذا الفيديو وكلشي تستافدي عاد تي بوحدك بغيتي يخرج لك القرص زين. راه حتى صحاباتك خاص يخرج لهم القرص على مزيناتو. حتى هي تصايبوا لوليداتها وتصايبوا لمنادارها والحبابها وصحاباتها وجيرانها ولعائلتها. يلا بارطاجي لي الفيديو عند صحاباتك في الواتساب وفي الفيسبوك. ايه يلا يلا، ولا عندها شي انستغرام ولا عندها شي جروب في الواتساب تبارطاجي ليا وتحطو في ستوري عندها ولا في ستاتي. يلا حبيبتي يلا نوضي بارطاجي ليا خويتي تاع جالسه تفرجي وتضحكي ليا مع مخك. كنضحك معاكم. المهم دابا فاش جمعت العجينه، المهم ملي كنقيسها كتكون كتلصق ليا في اليد. راني دهنت هانتوما كما كتشوفوا الجبانيه تاع البلاستيك ودهنتها بالزيت غير شيشه تحت الدهينه، ما دهنيش بزاف ما تخسريش الزيت. صافي. ودابا غادي ندير عليها هكا الزويف وغنخليه يخمر على خاطر تطلع لي الخميره مزيان. خليكم مع الفيديو ما تمشيو فيه باش نشوفوا الطريقه الثانيه ديال القرص. ايوا خويتي ودي نزلي ديري لي واحد اللايك. الله يرحم لك الوالدين اللي دارت لي اللايك، انا بغيت ليها ما تمنت في خاطرها. المهم هنايا من بعد ما خمر لي القرص كما كتشوفوا، صراحه راني وقفت بزاف ما نكذبش عليكم. قلت اجي غنجلس في الطبله ونصايب مع حباباتي القرص ومع خوتي بطبيعه الحال تما كيتفرجوا فيا ما نساهمش. هنايا درت عا رشيشه هانتي رشيشه في الطاوه ديال الزيت. ايوا اختكم ما شراتش ورق الزبده، ايوا الثمن ديال ورق الزبده دايز فيا. ايوا ان شاء الله ملي يكون الرزق راني نمشي نشري ورق الزبده. واخا يا اختي كينفع. بلا يا اختي ما تحكي دوك الطاوات والله العظيم. المهم هنايا راني كندهن الطاوات كما كتشوفوا، خاصني ندهنهم مزيان بطبيعه الحال.
ودابا غادي نجيب واحد الطبيسيل وغندير فيه واحد شويه ديال الزيت غير باش ندهن هكا بيديا باش ما يتلصقش ليا، لان العجين كيتلصق في اليد كما قلت لكم، كتكون مرخوفه. وملي كتجمعي العجين كتكون ملي كتقيسها بالصبع ديالك كيكون كيكون كيتلصق لك في الصبع. المهم تديوش على اختكم، راني كنهضر معكم طبيعيه وكنبغي نتمازح معكم ونضحك معكم. كما قلنا غنديرو تحدي هذا الاسبوع بدون بيض، عاد تشوفوا معايا شحال من حاجه بلا بيض. المهم هنايا راني غادي هكا ندير كويرات ديال القرص على حسب نتيا، على حسب يديك، بغيتي ديريها صغيره متوسطه كبيره اللي بغيتي. المهم غندير كل وحده حدا وحده، وما بين وحده وحده غتكون بعدا مع بعضياتهم. واش غنقول لكم، راه كلشي غلا يا العيالات، كلشي غلا، كلشي غلا. تمشي عند مول الحانوت تلقايه غالي، تمشي عند العطار تلقايه الغلا، تمشي عند مول القطاني تبغي تشري اللوبيا والعدس كلشي غالي. الله يحضر السلامه وصافي. المهم العيالات المهمات والحبابات والصحابات، حاولوا تقتصوا في الدار، وكما قلت لكم في عوض ما تشري جوج حاجات غتولي تشري حاجه حاجه، واللي كانت كتشري حاجه حاجه غتولي تشري نص حاجه. وحيدي عليا ديك القضيه اللي تيقول لك ستوك ستوك، واش حنا ما لاقيين حتى من ناكلو نهار في النهار وبقى لينا عنديرو ستوك. لقينا حتى باش ناكلو في النهار. ندوزو نهارنا بخير وعلى خير، وانتي لا لقيتي ما دوزي عس الشهر، شي لا دوزتي الشهر بخير وعلى خير تيا راكي مباركه. ايوا اللي عندها شويه ديال الرزق راه غدير ستوك بطبيعه الحال ديال رمضان، راه ولا هاد الايامات كلشي ولا باغي يدير ستوك رمضان. ايوا كاين عندكم شي كارطونه ديال ستوك رمضان ولا باقي؟ والمهم انا هاد النقطه هذه بغيت ندوي فيها، علاش؟ لانه راه كاين سبحان الله العظيم، راه كاينين الناس اللي عندهم الدخل يومي، يعني يقدر يدخل 30 درهم 20 درهم 10 دراهم 50 درهم في النهار، وكاين اللي ما كيدخل حتى ريال. وكيفاش بغيتي هاد الانسانه انها دير ستوك او تخبي شويه 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 شويه؟ ما عدا الا كان الرزق وافر ايه ما فيها باس. واللي مسكينه، اللي مسكينه كيدخل عليها شويه في النهار، ولا كاين اللي ما كيدخل في النهار، الله يحسن العوان. انا لقات غير ما تدوز الشهر بعدا راه نعطيوها البطوله، اذا دوزت على الشهر بخير وعلى خير راه عندها البطوله. ايوا هنايا كيما كتشوفوا. المهم كنبغي نتماسح معكم شويه شويه، ماشي كنتمازح، راه كنهضر معكم بجديه وبالضحك. ايوا هبطي الا نسيتي خويتي اللايك، هبطي وبارطاجي مع صحاباتك، كلشي يستافد بالقرص، راه ساهل وما فيهش البيض. شوفي معايا انا هاد السيمانه حيدي البيض من الثلاجه، اما تشريش اما كاينش. الغلا يا خويتي الغلا. مالكم ما تصبروش البيض واحد السيمانه، ما تدخلوش لديوركم. صبروا 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 واحد البيض بالسيمانه، ما شوف ديروا تحدي سيمانه ما ندخلوش البيض، غندير معكم الكودي بلا بيض، اما كاينش البيض. المهم هنايا كيما كتشوفوا كنقرصوا بحال ما هكا، وغندير عليه واحد الزويف ونخليه يخمر على خاطره. كيما كتشوفوا عاوتاني في الطاوه الاخرى غادي نقرصوا كيما كتشوفوا، وغنخليه حتى هو يخمر. وملي خمر ايوا تعالوا حدايا ونوريكم باش غندهن البيض، باش غندهن القرص. بقيت نهضر معكم على البيض حتى وليت نهترف بالبيض في راسكم. انا راه سيمانه هادي كتر من سيمانه البيض ما دخلتوش عندي للدار، ما نكذبش عليكم. صراحه وليت الحاجه اللي كتبان لي غاليه في الحانوت ما بقيتش كنبغي ندخلها لداري، صافي جاتني في شكل سيرتو تا بيمو، او بيمو شري ب 30 ريال مال على حالتي. 30 ريال والو صايبي لك بيمو لوليداتك في الدار. راه كاينين عندي فيديوهات هنايا ديال البسكوي في الدار، صايبي لوليداتك بسكوي في الدار وعارفه شنو كديري لوليداتك. المهم حداكي معايا خويتي. شوفي حيدي عليك داك العكز نوضي الحبيبه ديالي، نوضي وجدي لك بسكوي لوليداتك، نوضي بركه من الشريان. انا عارفاكم كتعياو، ولكن ما عندنا ما نديرو في هذه الازمه. نوضي توقدي معايا خويتي. هنايا صافي راه درت، هنا غادي نزين بالجنجلان، وهنايا باش غندهن بالحليب نيدو. شديت لاله نيدو خلطته مع شويه الماء ودرت فيه قطرات من الخل، عندك الابيض ولا داك الصفر ديري اللي عندك في الدار صافي. ودهني ليا خويتي القرص كيجي على بزيناتو، كيجي مذهب على مزيناتو. المهم هنايا راني سخنت الفران من التحت من الفوق على درجه الحراره 180 درجه، وغندخل الطاوله ديالي الاولى من التحت،
ونطلعها الفوق وندخل الطاوه الاخرى بطبيعه الحال. الطاوه الاولى غنزينها بالجنجلان، الطاوه الاخرى ما غاديش ندير ليها التزيين بالجنجلان لانني غنزوقها من الفوق. كتعرفوا الوليدات مع المدرسه، وفعلا هادو اللي تغيديهم الوليدات وراه ما كيقصاحوش العيالات. الخوت راه حتى الخوت الا تفرجوا في هذا الفيديو يديروهم، راه زوينه كالفطور والكوتي ولا الخدمه، راه ما كيقصاحوش نهائيا. حطيهم على برا ولا في الثلاجه ولا ديريهم في الفريغو، ملي تبغيهم سخنيهم ما كيقصاحوش نهائيا. هما عندي والله ما قصحوا لي، غير تبعي الطريقه. ايوا صافي هنا كما كتشوفوا ها هما راهما طابوا، شتي كي كيجيو مذهبين بلا بيض. ايوا كيجيو بنانين على ضمانتي. تبعي غير الفيديو من الاول حتى الاخير وشوفي لك على المقادير ساهلين، كل حاجه منها شويه. ووجدي لك الكاسكروط ديالك ولا الفطور ولا اللي كان، ولا عطيه الوليدات ديالك يديو المدرسه صحيين بالزرارع هكا بالجنجلان. بغيتي تزيدي النافع زيديه نتيا وداكشي اللي عندك في الدار. وبالنسبه للتزيين هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي نزينو داكشي اللي عندي في الدار. هنايا راه هذا راه ما مزينتوش بالجنجلان من الفوق كما كتشوفي. صافي راه كيجيو رطبين، انا ما بغيتش نقطعهم معاكم دابا لحقاش اخويتي راني باغا نزينهم وما بغيتش اختي نقطعهم دابا حتى نزينهم. هنايا عندي كما كتشوفي الكوفيتير، واللي كاين العادي عندك سوا ديال المشماش سوا، المهم انا جبت داك الرخيص هو اللي جبتو في الحانوت، هو ارخص واحد ديال الكونفيتير. هنا عندي الشكلاط العادي شديتو ودرتو في الحكاكه، ما عنديش الفيرميسيل. الكوك تا هو ديجا عندي في الدار، هاد الفيرميسيل من الاول تا هو كان عندي في الدار. المهم انا قضيت بداكشي اللي عندي في الدار، انت قضي بداكشي اللي عندك في الدار. اللي عندك في الدار زوقي بيه لوليداتك. شدي هذاك الشكلاط ديال 4 دريال، واخا حتى الشكلاط راه زادو فيه في الثمن، خلي على الله وصافي. الوقت صعب حتى العيالات تحزموا وترزموا. ايوا توقدي ليا مع راساتك وحاولي حاولي تقتصدي في الزيت وتقتصدي في شحال من حاجه. بحال دابا انا هاد الكورس هذا تبارك الله راه غيدي ليا، ما كل مره نفطروا به ولا نديروا به الكوتي ولا نعطيه لبنتي تديه مع المدرسه، والله الا كيجي زوين، والله الا كيعجبهم. صافي هنايا راه غندير معكم الاول درتو بالشكلاط والثاني بالكحل والاخر بالميسير، الاول بالخضر والصفر. وهنايا الكوك. وخليكم معايا تشوفوا النهائي كما كتشوفوا، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. ولا لا الا وصلتي هنايا وما نسيتي اللايك، ديري لي اللايك وبارطاجي الفيديو باش كلشي يستافد، لانه ساهل وما فيش البيض نهائيا. والزواق كيبقى على حسب داكشي اللي عندك في الدار طبيعه الحال. ايوا تسناوني ان شاء الله فيديوهات قادمه. كما قلت لكم تحدي اسبوع بدون بيض، الكوتي بدون بيض، تحدي ديال اسبوع ان شاء الله. خليكم معايا وشجعوني باش دائما نصور لكم فيديوهات جداد ونحط لكم في القناه، لانه صعيب باش انك تصوري وتمونطي. صراحه صعيب. اللي عندها قناه تكتب لي في التحت واش هذا الشيء صعيب ولا ما صعيبش، لانه راه ما يحسبك غير اللي عندها قناه بطبيعه الحال. حتى حنا كيجي كنقولوا هذا الشيء راه ساهل، ولكن هذا الشيء ما ساهلش. الطياب ساهل في الدار، ولكن باش تصوري وتمونطي راه ماشي ساهل. عاونونا بالتشجيع ديالكم، هو اللايك والبارطاج. بارطاجي يلا ما تنسونيش من بارطاج ومن لايك الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.